سنة 1993 ظهر لأول مرة شخصية كلنا حبيناها واتعلقنا بيها. شخصية دكتور متقاعد انطوائي جدا، إنسان أقوى عضلة في جسمه هي عقله. بيحكي عن مغامرات عاشها وخاضها في أماكن كتيرة من العالم، مغامرات غريبة مليانة حاجات أكتر غرابة، حاجات في أحيان كتير غير مفهومة أو منطقية، وفي كتير من الأحيان مرعبة جدا. مواقف ومغامرات عدت حدود الطبيعة، أو زي ما هو قال عليها ما وراء الطبيعة. واحنا النهاردة هنتكلم عن شخصية رفعت إسماعيل. رفعت إسماعيل ظهر للعالم لأول مرة سنة 1993 مع إصدار العدد الأول من سلسلة ما وراء الطبيعة في سلسلة روايات مصرية للجيب من إصدار المؤسسة العربية الحديثة. العدد كان بيحكي عن أستاذ دكتور أمراض دم سابق عنده 70 سنة وحالته الاجتماعية عازب. هيحكي فيها شوية مغامرات وحاجات غريبة حصلت معاه في الماضي. بدايتها كانت مع حكاية مصاص الدماء اللي كانت الرواية الأولى في العدد الأول، والرواية التانية من نفس العدد كانت قصة المستذئب. وعدد ورا عدد وحكاية ورا التانية الناس حبت رفعت إسماعيل، وبقى البطل المفضل لفئة كبيرة من قراء السلسلة اللي صدر منها 80 عدد من سنة 1993 لسنة 2014. ظهور شخصية رفعت إسماعيل لأول مرة على الشاشة كانت بسيطة جدا، تقريبا مشهدين في فيلم زي النهاردة للمخرج عمرو سلامة، والكلام ده كان سنة 2008. بص يا مي، في دكتور في الجامعة اسمه رفعت اسماعيل. أنا شايفة إنه عبقري، بس الناس كلها شايفة إنه مجنون. بس يعني تقريبا محدش خد باله منه. لكن الظهور الأقوى والأكثر تأثيرا لرفعت إسماعيل مش بس على مستوى مصر بل على مستوى العالم كله كان في سنة 2020 في مسلسل ما وراء الطبيعة من إنتاج نتفليكس. المسلسل مكون من 6 حلقات من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وجسد شخصية رفعت إسماعيل الفنان أحمد أمين. والظهور الأخير للشخصية على الشاشة كان في مسلسل غرفة 207 من إنتاج شاهد سنة 2022. لحظة وهخلص لحضرتك الحساب. الاسم؟ رفعت إسماعيل. ظهر في مشهد واحد بس المرة دي الناس خدت بالها منه، نظرا لأن المسلسل ما وراء الطبيعة كانت شاف، والناس اللي ما كانوش من قراء ما وراء الطبيعة عرفت الشخصية وحبتها. وهو ده بقى موضوع الحلقة. هو احنا ليه حبينا رفعت إسماعيل؟ أكيد كل واحد فينا عنده سبب عشان يحب رفعت إسماعيل أو أي شخصية تانية عموما، لكن خلينا نطرح شوية أسباب ليه حبينا رفعت إسماعيل على وجه التحديد. لو جينا نبص عن أبطال القصص المشهورة أو الكوميك بوكس اللي الناس بتحبها زي هاري بوتر أو سبايدر مان أو حتى أدهم صبري، هنلاقي كل منهم عنده قوة بتميزه، سواء قوة بدنية أو قوة خارقة. وده أكيد عكس رفعت إسماعيل تماما، لا عنده قوة خارقة ولا وسيم ولا أي ميزة ملحوظة تقدر تحبه عشانها. رفعت مليان عيوب، مش مثالي بأي شكل من الأشكال، بيخاف، بيترعب أحيانا، مش مهتم بصحته رغم إنه دكتور، وحاجات من دي كتير. حاجات بتوريك التناقضات اللي جوه الشخصية، وبتقدر تحسسك إنه زيك وإنك ممكن تبقى مكانه عادي. وهي دي نقطة تميزه، إنه حقيقي، واقعي، ممكن تشوف حد زيه في حياتك، وممكن تشوف فيه نفسك في المستقبل عادي. رفعت مش النموذج المثالي، ولكنه النموذج الإنساني، سهل تحس بيه وتتفهم مشاعره وتتخيل نفسك مكانه. واختلافه ده هو أحد أسباب تعلق الناس بيه. أحد أهم الحاجات اللي تحصل في تاريخ عمرو سلامة الفني إنه اختار أحمد أمين لتجسيد شخصية رفعت إسماعيل، رغم إن أحمد أمين في الوقت ده كان كله شغل كوميدي، من برنامج البلاتو لمسلسل الوصية، يعني حاجات بتقول إن مفيش أي وجه تشابه بين أحمد أمين وشخصية رفعت. لكن عمرو سلامة كان عنده رؤية مختلفة، قدر يشوف أحمد أمين هو الأنسب للشخصية. كان عنده ثقة وإيمان كبير بموهبة أحمد أمين الفنية، وفعلا أحمد أمين قرب للشخصية من طريقة الكلام والصوت والشكل وتفاصيل كتير جدا، قدر يخلي الناس يحبوا الشخصية عن طريقه، لدرجة إن دلوقتي الصورة الذهنية الأمثل لرفعت إسماعيل عند كتير مننا هو أحمد أمين، ودي أكيد حاجة تحسب لأحمد أمين. الحس الفكاهي عند رفعت إسماعيل مختلف تماما عن الطبيعي، لأنه مش مجرد بيقول نكتة أو بيهزر، هو عنده بصمة خاصة، طريقة كده أول ما تسمعها تقول ده رفعت إسماعيل، حتى لو الجملة ما فيهاش ضحك مباشر. رفعت دايما عنده نبرة تهكمية ثابتة مهما كانت الظروف اللي حواليه، وبيتعامل مع كل حاجة بتحصل له كأنها أمر عادي جدا، حتى لو الموقف غريب أو مرعب. خلينا نفتكر مثلا أول مشهد ليه في الحلقة الأولى من المسلسل، لما القهوة تقع بطريقة غريبة والفراش يقول له دلق القهوة خير. رفعت بيرد بينه وبين نفسه ويقول وهو الخير لازم يعلن عن وجوده بدلق القهوة، ولا الخير عنده ضغينة شخصية مع الكافيين؟ كان ممكن يبقى سؤال عادي يجي في دماغ أي حد،
ويقول مثلا إيه علاقة الخير ودلق القهوة ببعض. في الغالب صعب إنه يجي في دماغك إنك تصيغ نفس الفكرة أو السؤال بالشكل اللي قاله رفعت إسماعيل، أو مثلا قانون رفعت رقم 55. كل الأشياء تبدو طبيعية إلى أن يقترب منها رفعت إسماعيل. القانون ده هو بيقوله بجد، لكن هو في حقيقة الأمر كوميدي، وده بيأكد إن رفعت بالبلدي كده مش بيفرش الإفيه. استخدام النوع ده من الكوميديا وسط أحداث درامية تقيلة أو موترة بيعمل نوع من التوازن، بيكسر التوتر وبيدي للمشاهد لحظة ياخد فيها نفسه. على سبيل المثال في الحلقة الأولى برضه في المشهد ده الجو متوتر، الكل قاعد في حالة خوف وارتباك، والكلام بدأ يربط اللي حصل من شوية باللي حصل لرفعت زمان. الكل بيتكلم ويفكر ورفعت ساكت، وأول حاجة بيقولها في المعركة دي: طب ايه؟ فين الحلو؟ بالبلدي هو محاول يغروش على الكلام. رفعت هنا بياخد دماغه على قد عقلها زي ما هو بيقول، عشان ما يقعدش يفكر أكتر من اللازم. بيقول لدماغه موقف ممكن يحصل لأي حد، مش معناه أي حاجة، رغم إن هو عارف إنه مش عادي، بس دي طريقة تفكيره. طالما اللي بيفكر فيه ملوش في إثبات علمي وواضح، يبقى هو مش حقيقي وملوش أساس من الصحة. ده منطق رفعت. المشهد ده حقق حاجتين مهمين: وضح منطق الشخصية، ولحظة للمشاهد يفصل بيها من حدث موتر حصل من شوية، ودي حاجة مهمة جدا. ليه بقى؟ بيقول الكاتب روبرت مكي في كتابه ستوري أننا كلما مارسنا شيئا بدرجة أكثر فإنه يعطي تأثيرا أقل. لا تستطيع تجربة عاطفية بكلمات أخرى أن تتكرر بشكل متوالي ويكون لها التأثير نفسه. مذاق مخروط الآيس كريم الأول عظيم، والثاني لن يكون سيئا، لكن الثالث سيجعلك مريضا. عندما نمارس تجربة عاطفية أو إحساسا للمرة الأولى يكون له تأثيره الكامل. إذا حاولنا أن نكرر تلك التجربة فورا سيكون لها نصف أو أقل من نصف تأثيرها الكامل. إذا كررنا مباشرة الشعور العاطفي نفسه للمرة الثالثة فلن يكون له التأثير الأصلي، بل إنه سيولد تأثيرا عكسيا. يعني إيه الكلام ده بقى؟ معناه إن القصة ما ينفعش تفضل ماشية في خط تصاعدي واحد من الحزن أو الرعب أو حتى الفرح. لو كل المشاهد بنفس مستوى الإحساس، المشاهد بيحصل له تخدر عاطفي، وده معناه إن المتلقي بيبطل يحس بقيمة اللحظات القوية. يعني لو فضل إحساسك لمدة طويلة واحد، سواء إحساس بالفرح أو بالحزن أو بالتوتر أو أي إحساس، لما تتعرض لحاجة تثير الإحساس ده مش هتتأثر بيها. وده بالضبط اللي عمله دكتور أحمد خالد توفيق في الروايات وعمرو سلامة في المسلسل. الفواصل الصغيرة من سخرية رفعت كانت لمسة ظريفة وأداة درامية فعالة جدا، وأكيد سجلت بصمة مميزة لرفعت إسماعيل. السبب ده بديهي جدا، وهو القصة نفسها. مغامرات وحكاوي رفعت سواء في أعداد السلسلة أو حتى في المسلسل ممتعة، أو على الأقل مثيرة للفضول يعني. ونظرا لأن البشر بطبيعتهم بيحبوا الحواديت وبيتعلقوا بالشخص اللي بيحكي الحواديت دي، فكده عندك شخص شبهك دمه خفيف عنده حكاوي كتير، تركيبة ممتازة تخليك تحبها وتتعلق بيها، حتى لو ان الحكايات دي دلوقتي ما بقتش مثيرة للاهتمام، بس ده ما يمنعش ان هي ليها طابع خاص ومميز. رغم ان الروايات بتاعت ما وراء الطبيعة او الروايات القديمة اللي من النوع ده شبه انقرضت دلوقتي، وقليل قوي وشبه معدوم انك تلاقي حد قاعد يقرأ روايات الجيب، إلا إن تحويل السلسلة أو تحديدا جزء منها لمسلسل في 2020 بالمعايير الحديثة للمشاهدين في الفترة دي، ده أحد أهم العوامل لبقاء رفعت إسماعيل عالق في أذهان الناس، وعرف ناس كتير من شباب الجيل الجديد كاتب عبقري اسمه دكتور أحمد خالد توفيق. كاتب صحيح رحل عن عالمنا في 2018، لكنه عايش بينا بكتاباته وأفكاره وشخصياته. وعلى فكرة مسلسل ما وراء الطبيعة ما كانش أول أو آخر عمل اتعمل عن رواية للدكتور أحمد خالد توفيق. قبل عرض ما وراء الطبيعة بسنة تقريبا اتعرض مسلسل زودياك عن رواية حظك اليوم، وفي 2022 اتعرض مسلسل غرفة 207 عن رواية سر الغرفة 207. لكن تظل سلسلة ما وراء الطبيعة وشخصية رفعت إسماعيل هما البصمة الأقوى في تاريخ دكتور أحمد خالد توفيق الأدبي، وأكيد نتمنى نشوف جزء تاني وحكايات جديدة ومغامرات جديدة من مغامرات رفعت إسماعيل في مواجهة ما يسمى بما وراء الطبيعة.